بما ان التوقعات ديالي في كاس افريقيا وفي جميع تقريبا الكؤوس ولات غالبا ما كتصدق، اجي اليوم نعطيكم التوقعات ديالي المباريات ديال كاس افريقيا ونشوفوا واش غيصدقوا ولا لا. اوكي يلا اجي بسم الله. نبداو الاصدقاء مع بوركينا فاسو مالي. اولا الماتشات اصلا غيبداو من غدا مع نيجيريا والكاميرون. انا نجيكم من الاخر، نيجيريا اللي غادا تربح. اما الماتش الثاني انغولا وناميبيا، انا كنتوقع بان انغولا غتربح. الماتش الثالث الاصدقاء الراس الاخضر مع موريتانيا، شخصيا كنتوقع ان الراس الاخضر هي اللي غادا تاهل وغادي تدوز وما تبقى حتى مفاجاه. الماتش الرابع المغرب جنوب افريقيا، فكنتوقع ان المغرب هو اللي غادي يتاهل. دونك غتولي عندنا المباراه الاولى غتلعب فيها نيجيريا ضد انغولا، والماتش الثاني غتلعب فيه الراس الاخضر ضد المغرب. الجهه الاخرى عندنا ماتش بوركينا فاسو مالي، فكنتوقع بان مالي هي اللي غتربح. اما الماتش الثالث فساحل العاج ضد السنغال، فاعتقد انه وللاسف خوتنا الكوت ديفواريين غادي يتقصاو وغتاهل السنغال. انهم منتخب ناضي بزاف وكيلعبوا بواقعيه. السنغال الصراحه اكثر منتخب مرعب في افريقيا سالينا. الماتش الثالث الكونغو الديمقراطيه ومصر، فانا كنتوقع ان الار دي سي هما اللي غادي يدوزوا. الكونغو الديمقراطيه فافوري والله فريمون ماشي، انا كنتمنى مصر تدوز وكنتمنى نطيحوا حنا والمغرب نطيحوا ضد مصر في الفينال، ولكن على الورقه الاصدقاء الكونغو كيجوني افضل هذا العام افضل بكثير من مصر. ماتش الاخر غينيا الاستوائيه وغينيا الاستوائيه هذا العام هربانين، منتخب ناضي ديال بصح. انا كنهضر على داكشي اللي شفت في دور المجموعات، وبالتالي غينيا هي اللي غتاهل باش تلعب مع الكونغو الديمقراطيه. بعد ندوزو المباريات دور الثمن. الماتش الاول انغولا ونيجيريا، كنتوقع ان المنتخب ديال انغولا هو اللي غادي يدوز. كلشي غيقول نيجيريا، ولكن انا كنتوقع انغولا هي اللي غدوز المربع الذهبي. اما الماتش الثاني المغرب مع الراس الاخضر، ففريمون كنتوقع ان المغرب هو اللي غادي يتاهل الربع الذهبي باش يواجه انغولا. المنتخبات الاخرين السنغال ضد مالي، كنتوقع بان السنغال ما كاين حتى مفاجاه وغادا تدوز المربع الذهبي. الماتش الرابع والاخر الكونغو ضد غينيا الاستوائيه، فكنتوقع بان الغينيا الاستوائيه هي اللي غادا تدوز المربع الذهبي. المربع الذهبي نصف النهائي الاول، الماتش الاول غيكون بين انغولا والمغرب، الماتش الثاني بين غينيا الاستوائيه والسنغال. جوج منتخبات فقط غيوصلوا للفينال. الماتش الاول ديال غينيا الاستوائيه والسنغال، فكنتوقع بان غينيا الاستوائيه هي اللي غادا تدوز النهائي وغدير مفاجاه وغيقصيو المنتخب السنغالي. اما الماتش الثاني المغرب وانغولا، فكنتوقع ان المغرب غادي يكونوا في نهارهم ان شاء الله ويقصيو المنتخب الانغولي اللي صعيب ويدوزوا الفينال باش يلعبوا مع غينيا الاستوائيه في النهائي. وفي النهائي كنتوقع بان المنتخب اللي غادي يفوز هو المنتخب. المباراه النهائيه راه ما غتكون سهله الاصدقاء مع غينيا الاستوائيه، غتكون ما بين المغرب وغينيا الاستوائيه، وكنتوقع الاصدقاء ان المنتخب اللي غادي يفوز هو المنتخب المغربي اللي غيجيب لنا كاس افريقيا بعد ما انتظرنا لمده طويله بزاف ان شاء الله، ويا ربي نفرحوا بها. المهم الفيديو غادي يبقى محفوظ الاصدقاء، ما غاديش نمسحوا وغنشوفوا شحال من توقع غادي يصدق ليا. اوكي، ومع العلم ان القضيه راه صعيبه غير باش نتفاهموا، لان ماشي بحال دوري المجموعات دابا كنهضروا على منتخب غيدوز ومنتخب غيتقصى، فهمتي؟ يعني القضيه صعيبه باش انك تتوقع سيرتو ما بين افريقيا، وسيرتو خصوصا في هذه النسخه هذه اللي شفنا فيها المفاجات بزاف. ولكن ان شاء الله المنتخب المغربي غادي يفوز، وغنشوفوا شحال من توقع غادي يصدق الاصدقاء.